شكون عدوك بالسلامة؟ العدو ديالي هو ايران والجزائر. واسرائيل لا. لا. السلام عليكم خوتي الاعزاء، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، ديما جديد مع مملكه طاقوستان، مملكه 10 في عقل، مملكه العياشه مشرطين الحناف المقهورين المطحونين اللي مع قضيتهم الجزائر يرقدوا وينوضوا بها. المهم خوتي باش ما نطولش عليكم نخليكم تشوفوا الفيديو مع بعض، فرجه ممتعه. You are saying here that maybe every Israeli has in his family someone with Moroccan blood. It's not only a joke, it's a reality. فلسطين هي أرض إسرائيلية وليست أرض فلسطينية، ولا يهمني استقلال فلسطين ولا حرب فلسطين. ما يهمني هو بلدي وأمي وأبي والملك ديالي والشعب المغربي. هادشي اللي كيهمني، ما عندي حتى شي علاقة بدوك الناس اللي عطاهم الغرق، اللي مات الله يرحمه، اللي باقي يحيى راه جاي نوبته. فهمنا؟ دونك اخوتي دخلوا سوق راسكم وديوها بلادكم، بلادكم محتاجاكم اكثر ما محتاجاكم فلسطين. فلسطين عندها العالم كيهضر عليها، مي بلادك ما كيهضر عليها حتى شي واحد. ولا ما نصرتيش بلادك راه الله ما ينصرك شي واحد. وراك تشوف اعداء جيراننا، راكم تشوفوا الكلاب اللي حدانا يعملون المستحيل من اجل تدبير المملكه المغربيه، وحنا واقفين بعد الله سبحانه وتعالى بملكنا والشعب ديالنا. هادشي اللي وقف المغرب. دونك فيقوا المغاربه، فيقوا المغاربه، ديك الخرقه تقول شهزوها في فلسطين، ما تقولش هزوا الخرقه في فلسطين، هزوا اسرائيل وما تهزوش فلسطين. ونقول لكم علاش، لان فلسطين لا يحترموننا، اما اسرائيل يحترموننا. فاش كيدخلوا عند الملك ديالنا كيقولوا الله يبارك في عمر سيدي. المرأة المغربيه كيقول لك فوق راسنا لانها متدينه وملتزمه وعفيفه. بلادي كيقول لك الصحراء ديالكم، عكس فلسطين، عكس الجزائر. النظام الجزائري والنظام الفلسطيني رادعين بالزوله وحده، كلهم كلاب، كلهم كلاب. نهار تحرر فلسطين غيوليو يسبونا، غيوليو يسبونا، غينكروا الخير. الملك ديالنا بنى لهم مستشفيات من المال الخاص، عطاهم وكلهم في رمضان، شربهم في رمضان. عام ونص هو كيوكل فيهم، عام ونص هو كيشرب فيهم، عام ونص هو كيبنيو المستشفيات الميدانيه ويداوي ولادهم. انت اجي رمي عليه الدم، اجي انت قول له حمار، اجي انت عاير للملك ديالي اللي يوكلك وشربك. من انت في عز الازمه وما عقلتيش على الخير، ما تستقل كي غدير لنا، كيما داروا لنا الكلاب اللي حدانا، كيما داروا لنا الكلاب الجزائر. نكروا كلشي، ولينا حنا ضدهم، حنا عاوننا فرنسا ضدهم، هادشي كيقولوا لنا. وغدا الفلسطيني فاش يستقلوا يقول لك عاونتوا اسرائيل ضدنا. دونك ما دير الخير حتى شي كلب، حتى شي كلب فلسطيني ولا كلب جزائري، حتى واحد ما يستحق الخير. الخير ديرو في راسك اخويا المغربي. والملك ديالنا الحبيب اقطع عليهم المساعدات، اقطع عليهم المساعدات، لانك درتي المستحيل على ودهم، صحتك مشات على ودهم، وفي الاخر باش جازاوك شوف باش جازاوك فرنسا. يعني قطع على بابهم الكلب، ما كاين لا ماكله لا شرب لا والو، واللي بغى فلسطين يمشي يحرر. أتضامن أنا كإنسان مغربي بكامل قواي العقلية، أتضامن مع الشعب الإسرائيلي، أنا أتضامن مع الشعب الإسرائيلي، أتضامن معه. نحن كمغاربة نعلن عن تضامننا مع إخواننا الإسرائيليين. نحن معكم في السراء والضراء، وتحياتي لكم كاملين، وعاش المغرب وعاش إسرائيل. ملي كتخرجوا كتقولوا لي عماد ما تقدرش تخرج على الزنقة وتقول إسرائيل. أنا دمي إسرائيلي، j'aime bien Israël, j'aime bien. Ça veut dire quoi? أنا دمي إسرائيلي، 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 أنا دمي إسرائيلي. الجزائر انا كنفضل كاع ما نتكلم عليهم، غادي غير نخسروا هاد الندوه هادي اذا تكلمنا عليهم. هادوك ناس ما يسواوش، ما عندهم حتى شي احترام، حتى نقولوا عار الجار على جارو. هذه هي يقولوا الكلام في المغرب، عار الجار على جارو. هادو ما عندهم عار، ما عندهم ما عندهم حشومه، ما عندهم حتى شي حاجه. ماشي من حقهم ما يكونوش متفقين معنا. قضية الصحراء المغربية فهي أولى من القضية الفلسطينية بالنسبة لي، ودم الشهداء اللي ماتوا على الصحراء المغربية فهي أولى من القضية الفلسطينية. وحتى نهنئ المغرب بهذه الخطوة اللي دارها مع إحياء العلاقات مع إسرائيل،
لانه بكل صراحه انا نقول لكم بكل صراحه اسرائيل دوله ما تتكرهناش نهائيا، عكس الاشقاء الاعداء الكلاسيكيين اللي نوصفهم كما وصفونا حنايا. فهذيك هي الدوله المعاديه لنا اللي كانت كتكرس الاموال ديالها وكتكرس المجهودات ديالها والمحروقات ديالها لاجل تقسيم المغرب ولاجل انها تكون عندها الاطلاله على المحيط الاطلنطي، واللي هذا الحلم عمره ما تحقق لا هما لا دولة صنداليس. أنا مع مصلحة بلادي ولا أعتبر هذه خيانة. وهل فلسطين تعترف بمغربية الصحراء؟ دائما كان المغرب سباق ليد المساعدة والدعم لفلسطين. نحن إسرائيل كانت لنا علاقة قبل أن تكون لنا علاقة معكم. نحن الآن نحيي العلاقة التي كانت بيننا من قبل. وقلت لك راه ما يمكنلكش تبقى تهرب من السؤال اللي كيطرحوا لك صحفيين المغاربه على الصحراء. قال لي انا اي دونت وونت تو هاديك، انا ما بغيتش انا صداع الراس. قلت لي لا راه ما يمكنش، راه التطبيع المغرب الى دوزوه بشريبات الماء وبزاز راه على من اجل عيون الصحراء. راه من غير عمرك ما كنتي تكون هنا، راه خاصك تجاوب، سينو راه غادي يبداو يشكوا فيك. جا قال لي بيني وبينك قسما بالله العلي العظيم يا حميد المهداوي، قال لي بيني وبينك، قال لي نحن لا نعترف بالمغربيه الصحراء. هذاك اتفاق هذاك تم بين المغرب وبين امريكا. قسما بالله العلي العظيم الله يجزيه صحتي. وجا في الاخر شنو قال لي شوف اسمع حميد مزيان، قال لي احنا ماشي صالحنا نغضبوا الجزائر، ما بغاش نقلقوا الجزائر. لذلك انا نقول لك واحد الكلمه، كنشوفوا عدد من التهديدات، عدد من الاستفزازات، اتهامات مجانيه من طرف الجاره الجزائريه. انا بغيت السلام بين المدينات وخص يكون السلام بحق. جمعت انا الوراق اللي طلبوا لي، جمعتهم جات على حسب الحريفيه. قالوا لي راه كاين واحد الشركه كتجمع الحرفيه لاسرائيل، راه كاين ثمن مزيان. قلنا بسم الله نتكلوا على الله نجمعوا الوثائق. علاش بغيتي تمشي لاسرائيل؟ قلنا لك خاصنا الخبز، غنمشيو على حسب الخبز، على حسب المعيشه، بغينا نسويو الوضعيه شويه، نخدموا نحسنوا الوضعيه. راه عرفتي القضيه كي دايره هنا في المغرب، هادشي اللي ديالنا. ودابا علاش بغيتي تمشي لاسرائيل؟ راك عارف علاش، بغينا شويه ديال الفلوس ماشي علاش. سمعت اخويا الهضره من الاصدقاء ديالي وطوعت باش انا نجي وندفع بوزو تقريبا 3 سنين حتى بحال هكاك 3 سنين. بغيت نمشي اخويا باش نحسن شويه من الوضعيه الماديه ديالي. ديك الوليدات هنايا كاين تخلي كلشي تمشي لاسرائيل. حنا ما راه نمشيو نسكنوا تما، راه غادي نخدموا ونجيو. قال لكم الكونترا مازال ما كاينش، ما عطاونا، ما درنا لا كونترا لا شحال في الكونترا لا والو، مازال ما دفعتش ليهم انا كاع، مازال يلاه كنجمع فيها. بالنسبه للوثائق المطلوبه تيطلبوا حسن السيره، شهاده عدليه، الربط البنكه، السي في ديالك. سبحان الله بنادم ما تفهم فيه والو اصاحبي. بنادم الشعب هذا المغرب تفهم والو، كلهم ضد الطبيعه ماشي ضد محمد السادس. وشكون مطبع خالتك تتقول لها، تقول لك حنا كاع ضد التطبيع، اسقاط التطبيع. وشكون اللي مطبع تتقول له محمد السادس ضد، يعني ضد محمد السادس المطبع الخائن رئيس العصابه. تيقول لك لا ضد التطبيع. وشكون اللي مطبع خالتك وخالتي؟ ما تتفهمش هذا الشعب المنافق. الله يعطينا وجوهكم، شوفوا من الزابون الكوابن ديال الزابون. كما شفتوا خوتي، الى هنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنساوش تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم، وديروا لايك واشتراك في القناه اذا عجبكم الفيديو طبعا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.